لو كان يتكلم سيشهد على مجموعة من الاعتصامات، مجموعة من الوقفات في الجمعية الوطنية لحماية الشواهد المعطلين في المغرب الذين يناضلون على حقهم العادل والمشروع في الوظيفة وفي الشغل القار. مشكل ديال البطالة ما كاينش ولا الدماء فقط، مشكل البطالة كاين في جميع الربوع ديال المغرب. علاش كاينه البطالة في البلاد؟ باستحضار الثروات اللي كاينه في المغرب، ثروة السمكية، ثروة الفلاحية، ثروة الفوسفات ديال المعادن بشكل عام. علاش؟ نظرا لأن هناك سياسة أقول وأفسر بالأحمر، سياسة طبقية كتخدم أناس لا يعملون أي شيء، ناس ينهبوا الثروات ديال الشعب المغربي، في واضحة النهار. إذا كنا كنقولوا بأن الجمعية الوطنية لحماية الشواهد المعطلين في المغرب تناضل على حقها في الشغل القار، فهي لا تعزيز على هذه القضية ديال البطالة، على كافة القضايا المشروعة اللي من بينها الصحة والتعليم وكافة الخدمات العمومية. ولذلك نحن بحركة 20 فبراير جميع المحطات ما بغيناش نقولوا بأن المعطلين بوحدهم هما اللي معنيين بدراسة البطالة. البطالة مشكل ديال الشعب المغربي، وإلا ما تحركش عليه الشعب المغربي راه ما غاديش يتحل. راه إلا ما خرجناش في الشوارع وقوتنا وقوك عباد الله فين كتمشي الثروات ديال البلاد. راه الرئيس البلدية مفوتين ليه 70 قطار ديال العرض، مفوتها ليه الدولة بشحال مفوتها ليه؟ ب7,000 ريال في العام. واش ما يقدوش يحلوا المشكل ديال البطالة بالتفويت ديال هذيك الأراضي للمعطلين المحرومين من الشغل، الحاملين الشواهد اللي فناو العمر ديالهم في القرارة؟ علاش التفويت ديال الأراضي ديال الشعب المغربي الناهبين ديال الملعب؟ علاش؟ واش حنا مواطنين بلاكات ناسيونال فقط؟ واش هذه هي المواطنة؟ واش المواطنين ديما غادي يبقاو يقولوا الله يسخر؟ حنا راه وصلت موضح ما تلاش عند المعطل ما يخسر. الشيء الوحيد الذي سيخسره المعطل هو السقوط ديالو والخضوع ديالو. حنا لن نستسلم، لن نصالح السلطان الشاتم على أعناقنا. الثروات ديالنا كتنهب، حنا ما غاديش نسكتوا، سنلتحم في النظامات ديال الشعب المغربي. الجمعية الوطنية كتاخذ مجموعة ديال الحيوانات واحد ما بغاش يتصنت لهم. هو راه كلشي في راسها بأن المعطلين كيفاش يغوتوا، وحتى واحد ما بغاش يهضر معاهم. منهم هاد المسؤول اللي كاين هنايا اللي تيقولوا لي رئيس البلدية زور الوظيفة الثمن ومن بيناتهم داك العالم كيلاحقوا على الوقت في ديال المعطلين. بالتالي نقول إلا شفتوا المعطلين داروا شي خطوة ماشي هي هذيك ما تلوموهمش لأن واحد الإنسان بقى 20 سنة وما خدامش، ما تلوموش. ونعيد الجماهير الشعبية بمحطة المستوى، ونحن سنرتضي بالهموم ديال الجماهير الشعبية. وأختم أحد الأبيات الشعرية ديال أحد الشعراء الفلسطينيين الذي يقول: أنا لا أكره الناس ولا أشتري على أحد، وإنما إذا جعت فإني آكل لحم مهتدي، فحذري من جوعي ومن غضبي، وتحية الجماهير العامية. غادي يتحركوا في المسيرات مزيان تنظموها، ودوك الناس اللي بقاو لوريا مزيان تنظموا ياك، ودوك الناس اللي بالهوا ماشي يدخلوا معانا، ما يبقاوش برا ياك. إلا وقع شي مشكل لازم يدخلوا معانا باش ما يوقع حتى مشكل ياك. نضموا الجماهير.